انت مثلا تقول له انت كنت مستعمر وكان كذا وكذا وكذا. الاستعمار ليش يجوز يعمل اي شيء في اي دوله مستعمره. يجوز؟ يجوز. هو مستعمر، لا حول ولا قوه الا بالله. انت تقول يجوز حقيقة. إذا انت تقول لنا راه يجوز بأن العثمانيين لما جاو الانكشاريين داروا بيوت في اي دوله، رذيلة في اي دوله في العاصمة وفي لا في قسنطينة اي وفي دوله، وهران، هذيك حاجة أخرى ماشي لا وهران. في اي الورانيين دوله، لما كان لا الجزائر نخص كانت بالجزائر عليهم. فقط. من اي دوله، اي دوله، ماشي شرط تكون الجزائر، يعني تونس، يعني ليبيا، يعني ما فهمتش المغرب، حد يعني توصل الفكرة. قلنا لك العثمانيين، قلت لي أنا كرغالي على أساس درتها شتيمة. أنا لا أعتبرها شتيمة، أنا ما نشتمش الناس بالأعراق تاعهم صديقي. يعني تعترف، نعترف باش تعترف انك كرغولي انا مثل اي انا لست ما جزائري. عنديش السلاسه. بصح انت اذا تستعملها كشتيمه انا وشنو هو الشيء. الضمان؟ وشنو هو الضمان؟ وشنو هو وعلاش الضمان نعطيك انك ضمان؟ انا لست تقول كرغولي؟ لي، انا تقول لي كاين اللي قال لي يهودي، قلت له شكرا لك واعطيته كادو عادي. على كل حال انا وضحت لك النقطه هذه باش صديقي راك ما وضحت ولا المره. شيء. دوكا تقول لي انت تعتبر لا بان لا كلمه لا، كرغالي هي الناس اللي راهم شتيمه. معنا في، معليش، الناس اللي راهم معنا في لا اللايف لا، عليه فهموا عليه الموضوع. ويبقى عليه، ما تقوليش معليش. قلت لي كرغالي معناتها شتيمه صح؟ بالنسبة لك انت راك لا تقول انا للناس بالنسبه لي انا ما البيوت نشتمش الناس الرذيلة، هذيك وانتم المره. كنتوا، وانتم لحظه كنتوا مستعمرين من طرف تركيا ومن لحظة طرف لحظة. العثمانيين. المرة الماضية طلعت هنا مغربية قالت الكراغيلة، سمعتها ما لم تسمعه في حياتها، اللي ما عندها حتى معنى أصلا. دونك نتايا انت اللي تقول بأنه هذه الكلمة كراغيلة هي شتيمة صح؟ شوف المفهوم تاعها يا شوقي، المفهوم كل واحد كيفاش يفهم المفهوم كل واحد الكراغيلة. كيفاش. كاين مغاربة يفهموها انها شتيمة، راك انت تقولها لي معناتها شتيمة، راك انت الجزائري. قلتها لي. اصبر لي نوضح لك النقطة. معناتها حب يقول باللي تما كاين مغاربة يطلعوا يقول لك انت كرغولي، معناتها شتيمة، خاطر الموضوع مرتبط بالعثمانيين والصرف انذاك مع العثمانيين مع الجزائريين. لكن للتوضيح، كان هناك زواج شرعي، كان ها هناك زواج شرعي، واش كان هناك زواج شرعي. في حتى الزواج إذا الشرعي ما هذا؟ كانش حتى معناتها كيفاش نقول لك أنا، كيفاش نلحق لك ملكة اليمين الرسالة. ملكة اليمين زواج. نعم. ملكة اليمين زواج. شوف إذا كان، شوف يا شوقي، الموضوع دوك انت تفتخر انه مثلا جد عندك جدة مثلا انه تكون كانت ملكة يمين تاع واحد انكشاري دارها عبدة جنسية وجابت اولاد من بعد. كما كانوا سناغيلة. وعلى سناغيلة ما كانوش كما وش هو كانوا السناغيلة سناغيلة. هذا؟ وش هو السناغيلة حسبك؟ سناغيلة المنطقة المغرب يقولوا لك واش معناتها سناغيلة. دوك انت اولا قضية رجعت، انا نتكلم لك على قضية مرتبطة بالوجود العثماني، رجعتها لي للسناغيلة. ما هم السناغيلة؟ شوف كل منطقة، كل منطقة كان لا 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 عندها لا 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 ظروف صديقي خاصة. شوف كي لا لا تبدا لا، شوف كل منطقة. شوف كي تبدا بالقذاره، يا اما تبين القضيه تاريخيا ونناقشك فيها، يا اما راح نقول لك تربيه بيوت الرذيله وتنزل صغيرا. قلت السناغيله، من هم السناغيله؟ وش هو السياق التاريخي اللي جات فيه الكلمه وكيفاش تولدت؟ تفضل. وعلى ما كانوش مستعمرين من طرف سناغيلة. ما كانوش عندهم علاقة جنسية مع أي جنس، مع أي جنس. تربية بيوت الرذيلة راهم عندهم مشكل مع الأعراض ويربطوا كلش بالجنس وكذا. وقال لك خلينا في الموضوع. تما السنغال اغلق فمك زعما راح نكمل النقاش معاك. قول لي وقتاش استعمرت السنغال هذه المغرب، ولا السناغيل هادو استعمروا المغرب؟ يا شوقي متى اعطيني السياق التاريخي. الهاتف الثاني، اصبر نجيب لك الهاتف الثاني، معليش الا تعطيني شويه وقت نجيب لك الهاتف الثاني. نجيب لك الهاتف الثاني؟ تما درت ادعاء بلا ما تكون عندك حجه اصلا. لا دوك نجيب الهاتف الثاني ونفتحوا على المباشر. واش تفتح على المباشر؟ نعطيك الادله باللي منين جبت انت؟ قلتها بثقه في النفس، منين جبت؟ دوك نجيب لك انا الدليل.
دونك اعطيني شويه السنغال استعمرت شوف نحط المغرب. ميوت، طلع واحد اخر لو طوني نجيب انا تليفون ثاني. لا لا فهمني الساعة الادعاء السنغال استعمرت المغرب، هذا واش نجيب راك لك تقول لنا؟ باش نعطيك الدليل، اعطيني شويه وقت. تربية بيوت الرذيلة هادو ما تفهمهمش، يهضر كان يتكلم على الجنس وكذا، دركا ولا يقول لك نجيب الهاتف الثاني باش يثبت لي باللي السنغال استعمرت المغرب. طلع الشخص الثاني بدل ما نجيب لك تليفون. انزل صغيرا، نعاود نجلس الصف لتحت وحوس على الدليل تاعك